رؤى، نعم يا جنة. أنا عايزة أنام لحسن عينيا بقى جاي فيها نوم خالص. تيجي بقى نطلع على السرير علشان ماما تحكي لنا حدوتة قبل النوم. وأنا كمان عايزة أنام. ماما، هو أنتي مش قلتي هتحكي لنا حكاية كل يوم قبل ما ننام؟ أيوة يا ماما، أنتي نسيتي ولا إيه؟ لا يا حبايب قلبي، أنا ما نسيتش ولا حاجة، بس كنت مستنياكم تلموا اللعب وتطلعوا على سريركم. لمينا خلاص يا ماما، يلا بقى. طيب يلا اطلعوا بسرعة على السرير علشان اغطيكم. بس استنوا، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ قبل ما تطلعوا على السرير هنقول ايه ونعمل ايه؟ مين اللي فاكر يفكرني؟ اي يا ماما انا فاكرة. قبل ما نطلع على السرير ننفضوا 3 مرات علشان الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بكده، ونقول بسم الله بسم الله بسم الله. كده يا حبايب قلبي انتوا بتطردوا اي حاجة وحشة من على السرير وبتحمي نفسكم وانتوا نايمين. الملائكة بتحميكوا طول الليل. طب يلا يا ماما، انا هطلع انا الاول. لا استني يا جنة، انا هطلع انا الاول. خلاص يا بنات، مش عايزين خناق، انتوا طلعتوا انتوا الاتنين اهو. هغطيكوا وهطلع احكي لكم القصة. اتفقنا؟ استنوا انا جايه اهوت في وسطكوا واحكي لكم عشان ما تزعلوش انتوا الاتنين. اتفقنا؟ يلا يا حبايب قلبي. يلا يا ماما بقى احكي لنا بقى. بس بشرط يا ماما، عايزين حكاية مشوقة ومضحكة، مش حكاية قصيرة قوي وننام بسرعة. طيب ماشي يا بنات، هحكي لكم النهاردة قصة عن السلحفة اللي كانت دايما مستعجلة. بس اسمعوا للآخر علشان الحكاية فيها مفاجآت كتير. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا معايا، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في غابة بعيدة كانت عايشة فيها سلحفة اسمها سوسو. سوسو كانت غريبة شوية عن باقي السلاحف، يعني السلاحف دايما معروفة بالبطء، بس سوسو كانت بتجري دايما مستعجلة، ودايما تقول الوقت وقتي ومفيش داعي أضيع أي ثانية من وقتي. حتى وهي بتاكل كانت بتاكل بسرعة، وهي بتشرب بسرعة. كانت دايما حياتها كلها مستعجلة. طب ليه يا ماما هي كانت مستعجلة؟ رايحة فين؟ علشان كانت فاكرة دايما إن السرعة يعني شطارة، وكانت عايزة تبقى دايما الأولى، بس مش كانت بتفكر في النتيجة. وفي يوم من الأيام الغابة كلها كانت بتحضر لسباق كبير بين الحيوانات. الأرنب كان بيتمرن، والزرافة بتعمل إطالات، والقرد بيشيل أثقال موز. سوسو دخلت بكل ثقة وقالت أنا هشارك وهفوز. كل الحيوانات سكتت واستغربت جدا، وبعدين انفجروا في الضحك. انتي يا سوسو، انتي سلحفة يا بنتي، انتي بتمشي زي الراديو القديم. بس سوسو رفعت راسها وقالت انا مش زي اي سلحفة، استنوا وشوفوا. يا ماما يعني هي كانت عندها ثقة كبيرة قوي كده؟ ايوه يا حبيبتي، وكان عندها كمان حماس، بس كانت المشكلة انها ما كانتش بتفكر في خطواتها، كانت بتجري من غير ما تبص. المهم بدأ السباق بزمارة الفيل، وانطلقت الحيوانات. الأرنب طار، والقرد طلع فوق الشجرة، وسوسو كانت بتحاول تجري، بس للأسف رجليها الصغيرة مش مهيئة للجري السريع، وفي لحظة اتكعبلت ووقعت واتدحرجت فوق حجر وصرخت يا ظهري. طب ما حد يساعدها يا ماما؟ لأ طبعا محدش ساعدها، لأنها كانت دايما بتتحدى الكل ومش بتسمع لأي نصايح من أي حد، فالحيوانات كانوا فاكرين إنها مش بتحتاج حد. لكن اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. جت سلحفة عجوزة شعرها أبيض من كتر السنين، وكانت بتمشي بهدوء كأنها بتسمع صوت الأرض. قربت من سوسو وقالت لها بهدوء يا بنتي، السرعة ساعات بتخليكي توصلي قبل غيرك، بس الهدوء بيوصلك من غير ما تتعوري. سوسو
سكتت شوية كده وقعدت تفكر في الكلام اللي الست العجوزة قالته لها. بس بعد السباق سوسو كانت حزينة جدا وقاعدة لوحدها وعمالة تعيط وبتقول بتراجع نفسها: أنا كنت فاكرة إني سريعة، يعني أنا شاطرة، بس أنا كل مرة بقع. جات لها السلحفة العجوزة تاني وقالت لها: تعالي أعلمك تمشي صح. وبدأت سوسو تتدرب على المشي المنتظم، تتعلم تتنفس، تركز، تبص قدامها وما تستعجلش. وبمرور الأيام بقت أهدى وأذكى، وبدأت تساعد الحيوانات وتاخد قرارات سليمة. ومرة تانية عملوا سباق، بس المرة دي مش سباق سرعة، كان سباق حل ألغاز، وسوسو فازت. برافو عليها يا ماما. يعني ايه يا ماما؟ مش لازم يكون سريعين. بصي يا جدة، الشطارة مش انك تخلصي حبيبتي الحاجة بسرعة، الشطارة انك تعملي الحاجة صح حتى لو اخدتي وقت. لما تبقوا بتذاكروا او بتلبسوا او بتاكلوا خدوا وقتكم، ما تستعجلوش وتغلطوا. ماشي يا حبايبي، يلا بقى نكمل بقية الحدوتة. وفجأة والسلحفة ماشية بسرعة كالعادة راحت خبطة في عجلة صغيرة كان بيزق عربية عصير على العجلة، اتكب العصير كله. اتكب العصير كله يا ماما، والعجل زعل منها بقى أوي يا رؤى. العجل قال لها: مش كفاية انك مستعجلة، كمان مش شايفة قدامك العصير ده؟ انا كنت هبيعه علشان اجيب لابويا دواء، ايه اللي انت عملتيه ده؟ يا ماما، دي كده عملت مصيبة، طب اتصرفت ازاي؟ السلحفة بقى اتكسفت قوي واتحرجت منه قوي وقالت له: انا اسفة جدا، حقك عليا، تعالى اساعدك ننظف وانا هشتري ليك العصير من تاني. وابو العجل بقى يا ماما خد الدواء ولا لا؟ ايوه يا حبيبتي، السلحفة وفت بوعدها، راحت تجيب له العصير وكمان ساعدته يوصل طلبات للبيوت. ومن هنا بقى بدأت تفهم إن الراحة والتأني مش ضعف، ده قوة واحترام للناس. وفي يوم تاني حصلت مسابقة في الغابة، مين يوصل صندوق الفواكه الكبير للجد كركون في آخر الغابة من غير ما يكسر ولا فاكهة في قلب الصندوق. كل الحيوانات جربوا بسرعة، بس العصفور وقع الفواكه والفهد خبط الصندوق. أما السلحفة بقى خدت وقتها ومشيت بالراحة بالراحة بالراحة، وكل شوية تبص للصندوق تطمن عليه. طب مين كسب يا ماما؟ تفتكري مين يا رؤى؟ أكيد السلحفة طبعا. صح يا رؤى، هي اللي كسبت فعلا، هي اللي وصلت الصندوق سليم وكل الغابة سقفت لها. ومن يومها بقى اسمها السلحفة الحكيمة، وبقى يطلبوا رأيها في كل حاجة. يعني يا ماما التأني أهم من السرعة؟ أيوة يا جنة، ودي الرسالة اللي عاوزاكم تفهموها النهاردة، السرعة مش دايما تنفع، واللي ياخد وقته ويفكر بيكسب في الآخر. المهم يا حبايبي، السلحفة كانت فرحانة بلقب السلحفة الحكيمة، بس كانت حاسة إن لسه في ناس مش مقدرة، خصوصا الأرنب اللي كان دايما بيتريق ويقول: إيه يا جماعة، هي الغابة مفيهاش غير السلحفة دي؟ بس الأرنب ده كان سخيف أوي يا ماما. بس المرة دي السلحفة قررت ترد عليه بطريقتها، راحت عاملة تحدي جديد وقالت له: تعالى نلعب لعبة اسمها رحلة الحكمة. يعني مش سباق سرعة؟ لا يا جنة، سباق عقل وقلب. هما لسه هيبتدوا السباق لقوا قطة صغيرة بتعيط تايهة. الأرنب قال: أنا مش فاضي، أنا عندي سباق، وسابها. لكن السلحفة شالتها على ظهرها وقالت: المساعدة أهم من الفوز. وفي الآخر لما وصلوا كل الغابة كانت مستنياهم وسقفوا للسلحفة وقالوا لها: انت مش بس حكيمة، انت شجاعة وقلبك طيب. يعني يا حبايب قلبي، السلحفة اتعلمت من غلطها وبقت قدوة لكل الحيوانات. وساعتها الأرنب اتكسف وراح يعتذر لها وقال لها:
أنا كنت فاكر إن السرعة كل حاجة، لكن أنت علمتيني إن الحكمة أهم. شفتوا بقى يا حبايبي إن ساعات الناس تفتكر إن اللي بيعمل كل حاجة بسرعة هو الشاطر، بس الحقيقة إن اللي بيعمل الحاجة صح هو اللي دايما بيكسب في الآخر.